مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم. هروب سجين متهم بالقتل من استئنافية سقطات يتسبب في استنفار الشرطة والدرك. إليكم التفاصيل. تسبب هروب سجين 30 أمس الخميس من محكمة الاستئناف بسقطات في استنفار عناصر الشرطة والدرك. وأفادت بعض المصادر أن السجين المتهم بارتكاب جريمة قتل بجماعة الحساسنة كان بصدد المثول أمام قاضي التحقيق باستئنافية سقطات قبل أن يلوذ بالفرار من داخل المحكمة. وبحسب المصدر ذاته فإن السجين استغل استفادته من حقه في إزالة الأصفاد خلال مثوله أمام قاضي التحقيق، وتمكن من الفرار من الباب الخلفي للمحكمة الخاص بدخول سيارات الموظفين وسيارات نقل السجناء المحالين على محكمة الاستئناف. وأضاف المصدر أن واقعة هروب سجين من استئنافية سقطات إلى وجهة مجهولة استنفرت عناصر الأمن والدرك الملكي الذين يواصلون جهودهم من أجل القبض على المتهم. أشكركم جزيلا على تتبعكم. إلى اللقاء.